السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض الدونت بطريقة كده سهلة وبسيطة، وهيطلع معاكي احسن من المحلات ان شاء الله. بصوا انا بقطعه هنا بجد طري كده وهش، وطعمه بجد كان خرافة. اول حاجة كده انا معايا هنا كوباية لبن دافية. حطيت عليها 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. قلبتهم طبعا كويس وهركنهم على جنب لحد ما يختمروا كده. وهبتدي اشتغل في الدقيق ده. الدقيق ده 4 كوبايات دقيق طبعا نخلاه. حطيت عليه ذرة ملح، وكمان بيضتين بدرجة حرارة المطبخ والفانيليا. حطيت بقى الخميرة كانت خمرت خلاص بصوا، وسبتهم بقى في العجان بتاع 7 دقايق. واخر حاجة حطيتها 3 معالق كبار من الزبدة. هبتدي بقى كده اسيبها في العجان حوالي 7 دقايق. بصوا اللي هي العجينة طرية. سبتها بقى تخمر ساعة وهبتدي اشكلها بقى معايا. طبعا الجو حر اليومين دول، فالعجينة بتخمر على طول ما بتاخدش وقت. هبتدي بقى افردها كده كويس، وهبتدي اشتغل بالقطاعة كده. ما عندكيش القطاعة بأي كوباية واي غطا ازاز، غطا ازازة كده. ومجهزة معايا ورق مقطعاه على قد الدونت كده عشان يبقى سهل وانا بنقله احطه في الزيت. بحاول كده اسلك اللي في النص ديت بالسكينة. وهنا بصوا خلاص خلصت الكمية خالص، وهسيبها بقى تخمر تقريبا 10 دقايق. وهنروح بقى على الزيت. الزيت بيبقى متوسط، مش سخن جدا ولا بارد. يا دوبك اول ما تحطيه كده في النار هتلاقيه بيعمل فقاعات كده حوالين الدونت، فقاعات بسيطة. هبتدي اقليها كده واحدة واحدة، واسيبها بس تهدى شوية. طبعا انا عملت كمية في الفرن دولك حطيتهم في الفرن. واول ما يطلعوا همسحهم كده بمسحة زبدة. يعني الناس اللي مش عايزاه يبقى مقلي في الزيت، عايزاه اخف شوية، الطريقة دي برضو حلوة. اعمليه كده في الفرن على درجة حرارة 180، بياخد تقريبا 15 دقيقة. بس بدهنه كده بالزبدة. وهبتدي بقى نشكل. اول طبق سيحت فيه شوكولاتة بيضة وحطيت عليها لون ازرق، وبعد كده الطبق التاني سيحت برضو شوكولاتة سودا. والطبق التالت حطيت نص كوباية سكر عليها 3 معالق لبن، وقلبتهم كويس. وهبتدي بقى اشكل براحتي خالص، وطبعا الاولاد بيحبوا اللقطة دي جدا. هحط سبرينكل، هعمل خطوط كده بالشوكولاتة، اي حاجة يعني براحتك بقى. وبكده بقى الفيديو بتاعي يكون خلص. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه بشتركش في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.